السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. جايلكم فيديو جديد النهارده، يا رب الفيديو ينال اعجابكم. بالله عليكم حبايب قلب اللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد من قناتي قناة ام ليلى. قبل ما ندخل في محتوى الفيديو بتاعنا يا ريت نسمي بالله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. حبيبنا ونبينا وشفيعنا يوم الدين محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا يبارك يا رب لي ولكل أمة محمد أجمعين ويرزقنا ويرزقكم جميعا الخير إن شاء الله. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا يبارك يا رب. الأرنبة بتاعتي ديت المرة دي اتبهدلت أحلى بهدلة، بجد اتبهدلت أحلى بهدلة ونزفت كتير، حقيقي نزفت كتير. فالحمد لله قدر الله وما شاء فعل، بس بسم الله ما شاء الله. أولادها بخير الحمد لله. هي زي ما قلت لكم إن هي أجهضت 5، وفي واحد من اللي كانوا مولودين كانوا صغنن جدا جدا، كان في 3 صغننين، 2 قدروا ان هم يرضعوا ويمسكوا ثدي امهم ويرضعوا، والتالت لا حول الله ولا قوه. حاولت ان انا حتى ان انا يعني امسكه ثديها وكده، ما كانش قادر يفتح بقه. حاولت ان انا اجيب له قطاره وارضعه بيها، جبت له لبن بودره وحليته بميه دافيه عشان ما يبقاش ميه سقعانه، حليته بميه دافيه عشان يبقى بنفس الدفى بتاع لبن الام. فما كانش عارف حقيقي يعني ايه، ما كانش عارف يجي يبلع اللبن، يجي في مناخيره ما يعرفش يبلع، فتوفى مات. الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، ملناش نصيب فيه، بس ربنا يبارك ان شاء الله. انا الحمد لله ربنا يبارك يا رب اللي موجود معانا. الله اكبر عليهم، بسم الله ما شاء الله. شايفين؟ الله اكبر. راضعين، انا بخاف من الاسود وهو صغير على فكره يعني. راضعين بسم الله ما شاء الله، حلوين جدا جدا. انا هوريكم الاثنين الصغيرين الى حد ما بقوا حلوين. هو واحد اهو بسم الله ما شاء الله. هو انت ولا واحد تاني؟ هو على ما اعتقد هو ده. لحظه انا بخاف منها برضه ان هي تهجم عليا، بس مش هنعمل حاجه. بسم الله ما شاء الله كلهم راضعين اهمت. ربنا يبارك يا رب. الصغنن فين؟ الصغنن اهو الى حد ما حلو يعني، الى حد ما كويس. لو في ارنبه تانية شغاله معاها كنت انا قسمتهم. انا كنت بحاول ان انا اخرج اللي هم الشبعانين، كنت بشتلهم اطلعهم احطهم في كرتونه لحد ما التانيين ان هم يرضعوا. فالحمد لله الى حد ما بقت النسبه اللي موجوده معانا الله اكبر عليهم بقوا كويسين جدا جدا. ربنا يبارك فيهم يا رب. معانا بابيون وانا بحب البابيون جدا، ما صحش ليا قبل كده، بس ان شاء الله ربنا يبارك في الموجود ويصحي معانا المره دي. ده لونه بقى مختلف جدا جدا، مش عارفه يطلع شكله هيطلع احمر، ده هيطلع احمر خالص. ربنا يبارك يا رب. تشوفوه هو مولود لسه، كان شكله يخوف حقيقي، كان شكله يخوف، كان عامل زي اللي بيلزق كده غريب. بس بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك فيهم يا رب، اللهم امين. ويرزق كل من كان يا رب خير الدنيا والاخره. انا هنضف لها المكان واظبط لها الدنيا وهوريكم باقي الارانب اللي موجوده عندنا، فخليكم معايا. خلاص يا حبايب قلبي، نضفت المكان للارنبه بتاعتنا اهوت. انا متعوده ان انا افرش لها قش عشان برضو ما تبردش، وعشان لو نزل منها اي تنظيف او اي حاجه بعد الولاده يبقى المكان تحت منها نظيف، ما يحصل لهاش جرب بسبب الايه الفضلات او الافرازات اللي تنزل منها. ربنا يبارك يا رب. المكان بقى نظيف لها جدا جدا، وحطيت شويه قش ناشفين اهمت حطيتهم لها ونضفت المكان لها. ولادها هم بسم الله ما شاء الله. ربنا يبارك يا رب، ربنا يبارك للجميع ويرزق كل من كان. بس يا فل هي الحمد لله بسم الله ما شاء الله هاديه جدا جدا. ربنا يبارك يا رب، الله اكبر عليهم بسم الله ما شاء الله. انا مبسوطه بهم جدا جدا، بحب اي حاجه انتاج صغير او اي حاجه صغيره تطلع عندي، فربنا يحمي يا رب. ربنا يبارك لي فيهم والله العظيم، خارج منهم حاجه دول ان شاء الله عشان تفاد الباقيين. فربنا يبارك يا رب. ولاد اخويا حابين ان هم يربوا ارانب من نفس النوعيه دي، فان شاء الله ليهم احلى نتايه وهجوزها لهم من عندي ان شاء الله. فربنا يبارك يا رب، اللهم امين. ويرزق كل من كان يا رب، اللهم امين يا رب. فربنا يبارك ان شاء الله. ده هيبقى لونه جميل جدا جدا، هيبقى احمر في اسود في ابيض، هيبقى ممتاز جدا جدا يعني. هو شكله بيقول كده ان هو هيبقى كده. فربنا يبارك يا رب. هما كان عندهم الارانب البلدي، الارنبتين الصغيرين اللي انا هوريهم لكم دلوقتي، فقلت لهم لا سيبوهم هاتوهم. كانوا هما بيجيبوا في الاول كده، قلت لهم هاتوهم الاثنين نوتيان لان ما كانش لسه عندي انتاج برضه. هاتوهم الاثنين نوتيان وانا اجوزهم لكم من عندي، يبقوا جايبين ارانب هاجين حلو. فجابوا ذكر وانتاي، فقالوا له خدوهم يا عمته. فانا اشتريتهم منهم وقلت لهم خلاص لما الارنبه بتاعتي تولد تاني ان شاء الله لكم عندي نتايه وهجوزها لكم. فقالوا تمام مفيش مشكله. فان شاء الله هشغل لهم بالعو، هعمل لهم نفس السلاله ديت ان شاء الله تبقى عندهم ان هم يشتغلوا منها ان شاء الله. هي ارنبه واحده ممكن تملي البيت بسم الله ما شاء الله. ان شاء الله نعمل احلى قطيع واحلى ارانب من الارنبه بتاعتنا. ربنا يبارك يا رب ليا ولكم الامه محمد. ده يبقى ابيض في احمر برضو اهو بسم الله ما شاء الله. ربنا يبارك يا رب، ربنا يبارك ويحمي يا رب، اللهم امين. هنقفل عليهم بقى عشان البرد ونبدا ننضف لبقيه الارانب بتاعتنا. واوريكم الارانب البلدي كانت جايه لي
وحشه جدا جدا. كانوا جايين يعني بصوا حاجه صعبه. هما كانوا بياكلوهم برسيم بس، يعني ولاد اخويا ابن اخويا كان بياكلهم برسيم بس. فبقول لي مش راضيين ياكلوا الكزب. قلت له مفيش ارانب اسمها ما بتاكلش الكزب يا ابني، انت بتريح دماغك. هم مكانهم يعني ايه نضيف الى حد ما. الارانب تحت منها هنا مكانهم نضيف، المكان حلو تحت منهم، لان الارنب عشان بس والده فكانت معفشه المكان. بس انا هكنس لهم برده وانضف لهم واظبط لهم الدنيا. الارنب البلدي بقى شقيه جدا جدا، دول عشان تعرفوا تمسكوهم ما تعرفوش تمسكوهم. انما بتوعنا دول بسم الله ما شاء الله طيبين جدا جدا. ده الذكر اهوت، ده الذكر بتاعنا. مش عارفه اجيب لا ذكر ولا انتايه. دي النتايه اهيت، ليلى بنتي مسميها ليتا او ليندا مش عارفه. تقول لي ده ارنبتي يا ماما، قلت لها ماشي. بسم الله ما شاء الله دي نتايه اهي. ربنا يبارك ويحمي يا رب، اللهم امين، ويرزق كل من كان. هم لسه بدري مش هيشتغلوا دلوقتي، لسه بدري عليهم. هم دلوقتي عمر شهرين او 3 شهور على ما اعتقد. دول بتهيألي عمر 3 شهور دلوقتي. ده الذكر اهو بسم الله ما شاء الله. ده اللي كانت عينه وجعاه، هي عينه ليه عين بايظه يعني حاليا على ما اعتقد، ان هي برده زي ما هي ما بيشوفش بها. بس بسم الله ما شاء الله ده الذكر لونه جميل جدا جدا. هسيبه برده بس مش هشغل اخته منه، انا هشغل اخته من الارنب الكبير، من الذكر الكبير من ابوها، انما مش هشغلها من اخوها لان ممكن يحصل فيه اعاقه او كلام من ده. دول بقى محدش بيعرف يمسكهم تماما. الارنب البلدي دي محدش بيعرف يمسكهم، دول تمسك الهوا وما تمسكوهمش. فاحنا هنشغل النتايه مع الذكر ده. انا هشغل النتايه مع الذكر الشامورد الصغير، والذكر التاني ده البلدي ده انا هبيعه مش هسيبه. راح فين اهو. هما معرفش ان هو الذكر من النتايه، مش والدتي كانت فرزاهم، بس انا مش عارفه ان فيهم الذكر من النتايه. بس انا لما اجي يعني اشغلهم او اجي ابيع الذكر اما يشيلوا معايا وزن هوزن اما اجي اوزنهم وابيعهم هشوف الذكر من النتايه، هبيع الذكر واسيب النتايه. فربنا يبارك ويحمي يا رب. نطلع برده السقايه بتاعتنا وننضف المكان، وانا جايبه لهم شويه قش ناشفين برده عشان افرش لهم، عشان انا بخاف من موضوع الجرب يا جماعه، لان الفرش المكان الارضيه لو مبلله هيحصل جرب عند الارانب. فتعالوا يلا انزلوا ولا اسيبكم بره شويه تتهووا. هنضف بقى المكان وافرش لهم وانزلهم تاني مكانهم. كده خلاص يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين حضراتكم اهوت. نضفنا المكان وفرشنا القش بتاعنا برده اهو، عشان زي ما قلت لكم انا بحافظ من موضوع الجرب، لان الارانب لو نايمه على السبله بتاعتها عشان ما فيش حاجه بتنزل في الارضيه، لان هو ده خشب وبيبلل، فالارانب بيحصل فيها جرب. فاحنا بنفرش القش عشان يحمي الارانب بتاعتنا. بسم الله ما شاء الله الله اكبر. ربنا يبارك يا رب. تمسكوا الارانب تمسكوها من الفروه بتاعتها من ايه من عند الودان كده. بسم الله ما شاء الله. قدام منهم الميه وقدام منهم العلف. كده نضفنا هنا ونضفنا هنا. لسه بقى المفترس بتاعنا الكبير ده بقى انا بخاف منه، ما عدتش لاقي له حل خالص ان انا احط له ايه ما يكسروش. مكسر لي كل حاجه عليه الصلاه والسلام. شايفين بيطلع على السلاكه فوق اهو او على البوكس فوق اهو، وبيعمل الحمام بتاعه فوق ومبهدل الدنيا. هو بيطلع يتجول طول اليوم كده وبيدخل وقت ما بيجوع بس. شايفين خلي الدنيا مزبله. دلوقتي عامل انت مؤدب، عامل ان انت مؤدب. هنضف برضو المكان بتاعه وهرجع لكم تاني. كده برضو خلاص يا حبايبي اهو خلصنا المكان عنده هنا. هو الذكر بيبقى المكان عنده ناشف ما بيبقاش زي الارانب. هو مستخبي جوه اهو. بسم الله ما شاء الله الله اكبر. ربنا يبارك يا رب. الالوانات دي ممتازه جدا جدا، يعني في معظم المزارع الكبيره بياخدوا الالوانات دي تقول لك ده احسن هجين واحسن نوعيات الارانب. اللون ده بالذات يعني بيقولوا عليه في المزارع ان هو احسن من نوعيات موجوده او احسن الوانات موجوده. بيقول لك ده الهجين الاصلي. فربنا يبارك يا رب ان شاء الله، ويرزق كل من كان يا رب خير الدنيا والاخره. دي كان الفيديو بتاعنا النهارده. نظفت الارانب ووريت لكم الارانب بتاعتي. دي مزرعتي الصغيره في الارانب ان شاء الله، وان شاء الله تبقى اكبر مزرعه من الارانب. فربنا يبارك ويحمي يا رب. يعني ممكن في يوم وليله كده ابطل تربيه طيور واربي ارانب بس. فان شاء الله ربنا ييسر امورنا جميعا يا رب، ويرزق كل من كان يا رب خير الدنيا والاخره. دي كان الفيديو بتاعنا النهارده. استنونا فيديو جديد واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.